سعد بن مبارك. كانت جمعات العيالات في واحد الحومه في واحد الدار. هذا البرلمانيه اللي كان رفع بها واحد البرلماني معاه في الحزب شكايه. وانا واحد شويه غنخليكم مع الفيديو باش تعرفوا البرلمانيين ديال حزب عزيز اخنوش كيفاش دايرين. ما كاين غير 40 مليون، ها النصب ها الاحتيال ها السبان. نخليكم مع هذا الفيديو باش نحطكم في السياق، وغادي نرجع لعندكم نقول لكم اخر الاخبار بخصوص الشكايه اللي حطها بها البرلماني اللي معاه ياسمين المغور. كان دار بها البرلماني سعيد التونارتي شكايه. وهنا المحكمه الابتدائيه بالرباط قررت استدعاء عزيز اخنوش ومنح مهله للبرلمانيه ياسمين المغور، وذلك لجلسه 11 فبراير 2025. وهذا القرار جاء من بعد ما اخرت المحكمه الابتدائيه بالرباط ليوم الثلاثاء جلسه محاكمه البرلمانيه ياسمين المغور والممثل القانوني لنفس الحزب عزيز اخنوش. والمحامي ديال سعيد التونارتي اللي هو اسحاق شاريه صرح بان البرلمانيه ياسمين المغور ما جاتش اليوم الجلسه، وكذلك عزيز اخنوش حتى هو ما جاش الجلسه، مما تقرر اعاده استدعاء رئيس الحكومه عزيز اخنوش للمثول امام القضاء. والبرلمانيه ياسمين المغور تواجه تهما تتعلق بالسب والقذف ونشر ادعاءات كاذبه والتحريض. وهذه القضيه اخوتي المغاربه ما هي الا نقطه في بحر من الفوضى والانقسام داخل حزب التجمع الوطني للاشرار، وهذا الشيء نتيجه الاستقطاب العشوائي اللي تبناه حزب عزيز اخنوش في الانتخابات اللي فاتت. بداو تيجيبوا من هب ودب، ها هما دابا تلاوها في المحاكم. هذا اخوتي المغاربه هو حزب